السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد معايا ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن ياسمين والفيديو اللي عملته، وعلى خوف هدى، وعلى الحسد اللي وقع فيه دودو. هنبدأ الأول ب دودو تشانل. دودو تشانل نزلت بفيديو، طبعا كانت من يومين كده 3، كانت منزله لنا فيديو جميل جدا. فعلا احنا يا دنيا بنفرح لما بتنزلي فيديوهات في المصيف، بنحس ان احنا اللي بنتفسح. بس دي بتختلف من نفوس لنفوس يا جماعة. يعني في نفوس بتتفرج على الفيديو بنفس راضية وبتحب انها تشوف ما شاء الله الخروج والفسح، وبتحس ان انت ايه بتهوني عن نفسك شوية. وفي نفوس تانية بتبقى قاعدة بقى عينيها مدورة ومقورة، وتقعد تبص للبت ايه في الخروجة، تبص للبت من نظرة جوزها لدنيا، من الحب اللي بينهم، اي دنيا او غيرها يعني، فاهمني؟ فطبعا دنيا طلعت بفيديو بتقول ان عربيتها حصل فيها حادثة وبنتها كانت هتفقدها، اعوذ بالله، ربنا يخليها لها يا رب. في ايه يا ست الناس؟ دخلنا لقينا ان بتقول انا متعودة ان انا ما صورش المصيف او ما صورش خروجه الا بعد ما تتم، ما نزلهاش الا بعد ما تتم. غلطت غلطة بقى انها نزلت الفيديو وايه وهي لسه في اثناء الرحلة هناك بتشتغل. يعني ده شغلها، هي بتقول لك ده شغلي، اعمل ايه يعني؟ اللي بيبص وبيحسد ده شغلي. هي لو بتقدر او ليها شغلة تانية غير اليوتيوب هتروح تشتغل. هو شغلها انها تصور للناس الفيديوهات ويومها وروتيناتها والحاجات دي كلها. فبتقول نزلته من هنا، تليفوني باظ هروح اصلحه، مش عارفه ب 3000 ولا راحت صلحته ب 3000. تليفونها ده اللي بتصور منه، اللي المفروض ده سبب اكل عيشها. والعربية اتخبطت تحت البيت، وفي نفس الوقت بيبصوا فوق لقوا بنتها واقفة ومدلدلة نفسها من البلكونة. فكل ده بتقولك من سبب الناس اللي دخلوا. وقعد واحدة قالت لها انت بتقولي مش لاقية تعملي مطبخ ورايحة رحلة ب50,000، واللي بتقول لها 50,000 للساحل، واللي بتقول لها انت عاملة نفسك ما معكيش. انتوا مالكوا يا جماعة؟ انتوا مالكوا يا جماعة؟ يا جماعة طب ما هي بتشتغل، انتوا يعني باصين؟ ده شغلها، ده شغلها انها تطلع تبين بيتها وتبين، ده المحتوى اللي ماشي معاها. زي مثلا ام جنى، المحتوى اللي ماشي معاها انها تطلع تقعد تاكل قدام الكاميرا يعني. وبرضه الناس بيقولوا لها انت بتاكلي كتير، هو ده اكلها. راحت عملت تكميم وبتاكل، هتعمل ايه؟ ما هو ده محتوايا. فمحتوى دودو انها تنزل الصور بتاعتها والفيديوهات بتاعت المصيف رفقا بالناس، ونقولوا صلوا على النبي كده، ونقول ربنا يسترها مع الناس كلها. نيجي لحاجة تانية. هدى نزلت بفيديو وقالت ان هي تعبانة ونقص حديد. طبعا كل ده من التكميم يا جماعة. التكميم ده اسوأ حاجة في الدنيا. راحت خدت دم وجرالها حساسية وجوزها كان معاها. وطبعا الناس اتكلمت في حتة الستوري اللي نزلتها ان انا بحبك، يعني عاملة لجوزها بحبك. فازاي تقولي لجوزك؟ ده جوزك ينفع تقولي له بحبك؟ لا اله الا الله. المهم ان هي قالت انها خايفة من موضوع الحمل، احسن يحصل معاها زي ما حصل مع ياسمين، لان هي طبعا عاملة تكميم زي ياسمين. ولكن عليكي انك انت عشان ما يحصلش، مع ان اللي حصل لياسمين ده مش بسبب التكميم والله اعلم، ولكن في حتة انك انت تاخدي فيتاميناتك بدل مع الفيتامينات. كلي حديد، كلي الحاجات اللي فيها حديد، البتنجان، البنجر، الخضروات، كل ده لازم تاخديه. دودو طبعا نسينا نقول لكم ان الناس انتقدوها جدا، ازاي انت ما رحتيش لياسمين؟ فدودو قالت انا رحت لياسمين ومش لازم اصور. ما هي لو صورت يا جماعة مع ياسمين وهي رايحة تزورها هنقوله دي بتركب الترند بتاع ياسمين، خصوصا ان ياسمين راكبة الترند بقالها كام يوم من يوم الولادة. فساعتها هنفضلوا نقولوا طبعا عامله الموضوع ده عشان تطلع وعشان تظهر على قفا ياسمين. محدش بيعجبه حاله. قالت انها راحت وزارت ياسمين. نيجي لياسمين. ياسمين عملت فيديو هي وضني امبارح، وقالت ان هي يعني المفروض ان كانوا يطمنوا الناس، ولكن طبعا طالعه لابسه ابيض. انا شفت الابيض قلت بس هي لابسه ابيض على اساس البنوته وفي الجنة وفي الكلام ده، ولكن طلعت لابسة اللبس اللي كانت هتلبسه بعد ولادتها للبنت، والمكتوب عليه سيليا ومعمول عليه تاج بالبينك يعني
وجعت لنا قلبنا طبعا، ربنا يا رب يرحمها. قعدت تعيط اثناء الفيديو كتير ومتنحه كده ساكته، مش تمثيل فعلا، تحسوا فيه كده اسبهلال عليها كده، اللي هو مش مصدقه اللي جرالها. وطبعا احنا مؤمنين بالله ياسمين، والحمد لله رب العالمين. البنت دي يعني نور، الله يرحمها، لو كانت عاشت كان انت اللي هتتعذبي بيها، مش هتملي. يعني هي بقت تقول لو كانت معوقة كنت هستحمل واعيش، بس تعيش معايا. بس صدقيني انت بتقولي كده دلوقتي، ولكن بعد كده هتلاقي نفسك خايفة تموتي عشان ما تسيبهاش. يعني ده احنا الواحد من ساعة ما بقى يعني انا عن نفسي بقعد اقول يا رب طول في عمري لحد ما ولادي ما يبقوش محتاجين لحد، يعني يكبروا ويتحملوا مسؤوليتهم ويعيشوا حياتهم واطمن عليهم ووديهم بيوتهم يا رب، حلم كده يتخرجوا من الكليات ويشتغلوا ويروحوا بيوتهم. ساعتها خلاص مش عايزة حاجة تانية. لكن الواحدة لما بتبقى عيالها صغيرين تقول يا رب اديني العمر عشان اكمل معاهم ما يحتاجوش لحد. بالك بقى ياسمين لو لا قدر الله ان البنت دي كانت عاشت وانتي هتبقى انتي الوحيدة اللي هتتحمليها. طبعا ضني قال ان الاعاقة كانت في جسم البنت كله متقزمة، يعني من الأقزام، غير ان عظمها مش مكتمل، غير ان جسمها قلبها وقلبها صغير والرئة صغيرة والقفص الصدري كابس على جسمها. يعني كنتي هتعاني معاناة ملهاش أول من آخر عليها هي. هتبقي خايفة عليها، هتبقي بتقولي يا رب اديني العمر عشان ما حدش، انت اللي هتشيلي وتحطي فيها. ده رحمة ربنا. ربنا أراد ان يديكي حاجة وياخدها منك، هي تبقى سبب دخولك الجنة. هتدبدب يوم القيامة وتقول أمي وأبويا، أمي وأبويا مش هخش الجنة إلا بيهم. دي يعني الصبر يا ياسمين. حاولي تخلصي من هدومها، اديها لناس تحتاجها، تبقى يعني صدقة ليكي وليها. هي مع يعني هي في الجنة ان شاء الله بإذن الله. ولكن انا بس توقفني حاجة، ان ضني بيقول لك الإعاقة في كل جسمها، عظمها مش مكتمل، الرئة صغيرة، القلب صغير، مش عارف ايه، كل ده الدكتور ما شافهوش. ناس كتير الايام اللي فاتت كانوا منهارين عن الدكتور، وانا واحدة من الناس طلعت قلت يا جماعة الدكتور ممكن ما يكونش ليه ذنب، ولكن علشان الأشعة بتاعت الفور دي لا، انت بتعمل سونار، السونار ما بينلكش اي حاجة من الحاجات دي يا دكتور. السونار بيبين طول الولد او طول البنت، حجم راسها، قلبها، بيبين كل ده. انت كل ده ما شفتوش، يعني انت كل ده عدى عليك كده ما شفتوش. مش هقول ان انت السبب، ولكن كل واحد بيشتغل شغلة لازم يتقي الله في الناس اللي تحت ايده. على الاقل لو كنت قلت ما كانتش هتنزل، ولكن كانت هتبقى عايشة على ان يا بنتي تعيش يا ما تعيش، يا هتكمل يا ما تكملش، ما كانتش تتصدم الصدمة دي. يا رب الدكاترة يتقوا الله في نفسهم، والناس تشتغل كويس ويخلي بالهم، ويا رب يصبر قلبك يا ياسمين، ويجعلها عصفورة في الجنة إن شاء الله ليكي ولأبوها، وتخشوا الجنة على حسها، ويكرمكم جميعا يا رب العالمين ويحفظكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك. باي باي.